أهلا بكم. التحق الدولي المغربي أمير ريتشاردسون بزميله في المنتخب سفيان أمرابط، حيث أعلن نادي فيورنتينا انتقال اللاعب المغربي إلى صفوفه قادما من نادي ريمس الفرنسي. وقد شهدت مدينة فلورنسا الإيطالية اليوم الاثنين حدثا رياضيا كبيرا بوصول النجم المغربي الشاب أمير ريتشاردسون، وذلك تمهيدا لإنهاء إجراءات انتقاله إلى نادي فيورنتينا. نشر نادي الفيولا صورا عديدة عبر منصاته الرقمية تظهر وصول اللاعب المغربي إلى المدينة، مما زاد من حماس الجماهير التي تنتظر بفارغ الصبر انضمام اللاعب الشاب إلى الفريق، خصوصا بعد الأداء المذهل الذي قدمه اللاعب رفقة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، حيث تمكن اللاعب من إحراز الميدالية البرونزية بعد أن ساعد منتخب بلاده على الفوز بالعديد من المباريات، وخاصة مباراة الترتيب أمام المنتخب المصري بسداسية لصفر. ومن المتوقع أن يخضع ريتشاردسون خلال الساعات القليلة المقبلة للفحوصات الطبية الروتينية قبل أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة التي تعد الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية بالنسبة للنادي الإيطالي. تفوق فيورنتينا على العديد من الأندية الكبرى التي كانت تهتم بخدمات اللاعب، أبرزها توتنهام هوتسبير والنادي الهولندي أياكس أمستردام. وبحسب مصادر إعلامية فرنسية فقد تم الاتفاق بين فيورنتينا ونادي ريمز الفرنسي على انتقال ريتشاردسون بمبلغ مالي قدره 10 ملايين يورو. وكان ريتشاردسون قد لفت الأنظار إليه بقوة بعد انضمامه إلى المنتخب المغربي الأول، حيث قدم أداء مميزا تحت قيادة وليد الركراكي في المباريات الرسمية والودية التي أجراها الفريق الوطني في الأشهر الماضية، وخصوصا بعد مشاركته مع المنتخب الأول في كأس إفريقيا الماضي. كما تألق اللاعب بشكل لافت مع المنتخب الأولمبي وتمكن من مساعدة الفريق ولعب دورا هاما، حيث تمكن من تسجيل هدف صياد ركلة جزاء. وقد لعبت مساهمات أمير ريتشاردسون دورا كبيرا ليحظى المنتخب المغربي بالميدالية البرونزية الأولى في تاريخه. جدير بالذكر أن أمير ريتشاردسون يبلغ من العمر 22 سنة، ويرتبط بعقد مع نادي ريمز الفرنسي حتى يونيو 2027. ومع انتقاله إلى فيورنتينا تتوقع الجماهير أن يواصل تقديم مستويات رائعة ويكون إضافة قوية للفريق الإيطالي. هذا كل ما لدينا لهذا اليوم. نتمنى لأمير ريتشاردسون التوفيق في مسيرته الجديدة مع فيورنتينا، ونتطلع لرؤية ابداعاته على أرض الملعب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا لمتابعة كل جديد في عالم كرة القدم. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء.